بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حكايات العشية السوداء. قبل بدء القصة أرجو منكم الاشتراك في القناة لمزيد من القصص وحكايات واقعية. اليوم نديكم العام 1995، وفي ذاك الوقت وين كانت أزمة تاع العشرية السوداء. كل نهار وكل ليل الناس يقعدوا مرعوبين خايفين، ما يرقدوا ما ياكلوا ما يشربوا كالعباد، ياكلوا ويشربوا غير الخوف. وفي واحد دوار من الدواوير ولاية شلف، كانت تكون واحد العائلة اللي كانت أم وحيدة وعندها زوج بنات، وهما نور في الدنيا. كانت نور كبيرة 15 سنة، مسكينة طفلة صغيرة، بصح الصبر تاعها كان واحد. وعندها أختها خديجة مولات 12 سنة، ماشي بزاف يعني بيناتهم حاجة قليلة. وضحكتهم كانت نور كامل الحوش رغم الفقر اللي كانوا عايشين. في الواحد اليوم كان ثلاثاء، ومع العشية خافت الأم اللي كانوا وقت السخانة أن يخلص لها الماء. نهضت نور جابت جرارة يعني بيدو تاع الماء كما نقولوا في بعض المناطق. اليوم نديكم لعام 1995، وفي ذاك الوقت وين كانت الأزمة تاع العشية السوداء. كل نهار وكل ليل يقعدوا مرعوبين خايفين، ما يرقدوا وما ياكلوا ما يشربوا كالعباد، ياكلوا بالخوف ويشربوا بالخوف، وحتى إذا رقدوا يرقدوا بالخوف. واحد من الدوار من الدواوير ولاية شلف، كانت تكون واحد العائلة أم أرملة وحيدة وعندها زوج بنات وهما نور في الدنيا. كانت نور كبيرة 15 سنة، مسكينة طفلة صغيرة بزاف. بالصبر تاعها كان واحد أكبر من عمرها، وعندها أختها خديجة مولات 12 سنة، ماشي بعاد على بعضياتهم، ما بيناتهمش حاجة قليلة. وضحكتهم كانت نور كامل الحوش رغم الفقر ورغم الخوف اللي كانوا عايشين في واحد اليوم. كان النهار ثلاثة، ومع العشية خافت الأم اللي كانوا وقت السخانة بزاف أنه يخلص لهم الماء. نهضت نورة جابت الجرارة يعني بيدونة تاع الماء بلاستيكية صفراء، هذيك تاع بكري، وقالت لها يماها ما بقاش الماء بزاف. قالت لها معليش يا بنتي، خلي غدوة ان شاء الله نروح نعمرو. قالت لها لا يما، حتى تاني السخانة راهي بزاف تخافيك من الماء. قالت لها معليش روح انا واختي نعمر تمتم ثم نعاودو تمتم. قالت لها يماها معليش يا بنتي، روحي ما تطوليش وبالخوف، عاودي رجعي وراكي تعرفي مع السخانة والوقت ما راش يرحم. من بعد كي طلبت من امها تعجب ما تهضري مع حتى واحد، وراحي مباشرة عاودي ولي ديريكت ما تهضري مع حتى واحد. اذا راكي تسمعي يا بنتي، قالت لها ايه هي ما نسمع فيك كيما وصيتيني، نروح نعمر في ساعة ونجي، وما كاش مشكل نروح مع اختي وما يكون غير الخير ان شاء الله، وما تخافيش وما تقلقيش ما تقلقيش علينا. قالت لها بصح خفي ترجعي. قالت لها ايه يا ما تخافيش، اني نقولها لك ونعاودها. عمر مليح البيدان كل واحد يسقسيك ما تجاوبيش، اذا حتى ما عليك تهضري قولي ايه. عمر الماء ونرجعوا وربي يستركم ان شاء الله. هنا راحت بنت صغيره مع اختها كبيره، لبسوا حوايجهم كبار، دارت فرار على راسها وراحوا فرحانين مساكين. قالت لها النور كي نولو نجيبوا معانا وريقات تاع النعناع باش نطيبوا تيزانه في الليل. اللي قالت لها ايه، قالت لها فكريني برك. قالت لها ان شاء الله. كي نخرجوا قعدوا يتمشوا مساكين، والعين هذه كانت شويه بعيده من الدار، راحوا قاعدين يقصوا يهضروا على لافونيغ تاعهم. قالت لهم انا نولي طبيبه، واخرى تقول لهم انا نولي معلمه. حتى وين راحوا لحقوا العين وبداو يكسروا ويعمروا ويضحكوا. في هذيك خديجة قالت للنور روحي وقلعي النعناع اللي وصيتيني عليه. قالت لها ايه والزربي قبل ما تطلع لينا الظلمة في الطريق. راحت الأخرى تقطف النعناع والأخرى تعمر في الماء تاعها ورات تستنى فيها. قالت لها الزربي صبري في ساعة نعمر الماء وتي زربي قلعي النعناع باش ما تطعش لينا الظلمة. وقالت لها غادي نزيد نقلع بزاف باش غدوة ما نعاودوش نرجعوا. بشويه بشويه حتى
حتى سمعوا الحس ماشي نورمال. صوت الهضرة جاية وكانت قريبة ليهم بزاف. وفي هذيك الدقيقة نورا جات وتخبت مورا شجرة تاع الزيتون قديمة، وخايفين ومرعوبين. وقالت لها سكتي، الحس ما ديريش. الأخرى مرعوبة والأخرى دموعها بداو يطيحوا. الصغيرة تبكي خوف خوتها الكبيرة، تاني مازالها صغيرة مسكينة. بانوا ثلاثة رجال باللحية طويلة، ملابستهم مغبرة، وكانوا رابدين لي كلاش على كتافهم، ورابدين سيوف وكانت خناجر. ملقاو ملقينهم. المهم كي جاو باش يشربوا، واحد فيهم قاعد يضحك، قال لهم ايه كاين ضياف هنايا راهم يعمروا في الماء، وراه عندنا زوار يا درا وراهم. انطق واحد منهم وقال ليهم يا كل واحد يشوف في جهة. يا ربي، مشاو 5 مترات لقاوهم ساكين مخبين مورا الشجرة. نور حاولت تهضر معاهم وترجعهم، بس تترجعهم بصح ما خلاوهاش، وتترجعهم باش يطلقوهم. تنطق ولا كلمة بنات كان يبكوا في زوج. وهذوك جماعة اللي كانوا تما بداو ينظروا عندهم، يعني نظرة تاع قسوة. واحد منهم شد طفلة من يدها، والاخر شدها من شعرها. مرقوا يعيطوا بكل وحوشية. كامل يسمعوا معاهم. هنايا الامور تعفنت ديريكت. الام جهة اخرى مسكينة خافت بزاف على ولادها، خافت عليهم وخرجت عند الجيران وقالت لهم باللي بناتي بعث لهم يعمروا الماء مازال ما رجعوش. كانت الحالة قسوة بزاف. ونص الكبير لأمها كرست لهم واحدة مسكينة، يعني بنات راح يعمروا. قلت لهم وين المشكلة؟ لولا أن الظروف كانت صعيبة هي اللي رجعت منها. أنا هي اللي ما نقولوا كانت سبتهم. قعدت هي مع نساء تبكي. بقت كامل اللي معاهم. بعض الرجال راحوا حتى لهذيك العين وما لقاو حتى حاجة، غير زوج بيدان مقلوبين، هذيك البيدان تاع الماء ومدفكين. عاودوا رجعوا وكانوا مساكين يبكوا في الطريق. كامل حصلوا كيفاش يقولوا الأم باللي بناتك ما كانش. المهم قالهم ولازم تصبري، وغدوة إن شاء الله صباح نروحوا لمركز الشرطة ولا الدرك نبلغوا عليهم. وهنا مسكينة خرجت من عقلها ومن قلبها. خرجت من البلاصة بدات تبكي وتزقي في الطريق، يعني عاودت ناضت العزاء كبير في هذاك الدوار. إذا خطفوا بكري وواحد معناته ربي رحمه. في هذاك الوقت في العشية، إذا كان اختطاف أو حاجة، عرف باللي يديروا تعزية مورا ظهرهم. ودخلوا في جحيم واحد آخر. هنا مسكينة الأم حكمها الهبال بزاف. وقولوا الناس والجيران كانت كل يوم تحط الفطور والعشاء ل3 أشخاص، يعني اللي هي وزوج بناتها زوج اللي ما راهمش معاها. جوز أيام وجازوا سنين وهي تحكي مع الصورة تاعهم، تحكي مع هذوك البيدان زوج اللي جابوا لهم هذوك الناس مي راحوا يحوسوا عليهم. جابوا لها غير بيدان. بقات شدة واحد من واحد، واحدة تحطها في بلاصة خديجة والأخرى تحطها في بلاصة نورة، وتحكي معاهم ساكين كأنها زوج بناتهم. بصح الناس كامل يقولوا لازم تنسيهم. بصح هذه هي الحقيقة. أقصى حاجة ممكن الأم تسمعها بعد 5 سنين بالضبط من العذاب في الليل. من ليالي 2000 كانت ليلة ممطرة، الخيط كما نقولوا مسمى. الأم مسكينة هكذا حزينة، سمعت صوت طرق خفيف على الباب. قد تصنت سبحان الله شكون اللي راح يجي عندها في نص الليل. راحت فتحت الباب بلا ما تسقسي شكون. لقت قدامها شابة نحيفة رقيقة، شعرها طويل ومهشة كامل وجهها، مسكينة شاحبة ومصفارة الوجه. خزرت فيها مليح، قلت لها شكون انتيا؟ خزرت فيها مليح وتعاود ما أمنش عقلها. كانت هي نور بنتها بصح، ماشي نور اللي خرجت من الدار، ومش هذاك النور اللي كانت صغيرة. والأخرى خزرت فيها وتقولها أنتي بنتي، أنتي نور. الأم عقلت بنتها. هذيك بقات واقفة، ما بكات ما ضحكت. احتضنت أمها بالعكس، أمها قاعدة تسلم عليها من راسها حتى رجليها. دخلتها للدار وقعدت تحضن فيها وغطتها بالفراش باش تدفيها، وقعدت تبكي وتزغرت. جمدت في بلاصتها من بعد دخلت. بنتها كي كملت غطاتها قاع، خرجت للحوش وتعيط للناس.
بنتي رجعت. أقل من دقيقة نجمعوا قاع الجيران عليها فرحانين ويزغرتوا ويسألوا فيها وين كنتي يا بنتي، وين راهي أختك الأخرى. أسئلة تتداول بين كامل النساء اللي كانوا تما، اللي داوهم فضول بعد 5 سنوات. نور رجعت، خسرت فيهم كامل وما نطقت ولا كلمة. راحت اللهجة تاعها، راحت من جهة النافذة. مسكينة شافت الظلام اللي كاين برا والمطر في وسط المطر. هذيك الناس في الحوش كان معمر، كانوا يفرحوا مع هذيك مغبونة اللي صبرت 5 سنوات باش جات بنت واحدة من بناتها اللي خطفوهم في العشرية. قالت لها يما هاد الطرق اللي رحنا لها ما كاش عندها النهاية بزاف، كانوا بزاف. يا يما تقولها خديجة مسكينة ما تحملش، قالت لها راهي في مكان بعيد بصح ما نعرفش وين، عندي مدة ما شفتهاش. خديجة ما قدرت ترجع معها وما قدرت ترجع معايا، ما لقيتهاش. يما يعني هذه بالمختصر مفيد بين خديجة بعد ما فرقوها عليهم، والله أعلم إذا كانوا قتلوها ولا دوها في جهة أخرى. خديجة مسكينة. المهم هادوك زوج خيات فرقوهم، ما حكتش على التفاصيل بزاف. مع الأول جا صباح داتها لأقرب مركز شرطة وبلغت باللي بنتها راهي رجعت، وتم يعني قد ما سيو معاها يحاوروا معاها ويقولوا لها بعض المعلومات، تعطيهم بعض المعلومات على وين كانت، وين راهي اختهم، وشكون اللي داهم، وشكون اللي اسكو تعرفي واحد اللي خطوهم. ما قدرتش تهدر كامل، ولا بكات ولا ضحكت. المهم تكملت جيه عرفت باللي نورة مسكينة ما رجعتش كما كانت ما قبل. رجعت الجسد بلا روح، عقلها بقى في خوتها مع الناس اللي خلاتهم في هذيك المنطقة. وتقول يما كنت عايشة مع واحد الناس، كنت عايشة مع واحد العجوزة. باش بشوية هنايا الشرطة قالوا لها الأم لازم بنتك تداوى، لازم تروح عند الطبيب النفساني. الروحة والزمان وجية، روح وزمان وجية زمان تقريبا عام وهي تداوي في عن طبيب نفساني. بشوية قدرت تهدر، وقالت باللي 3 سنوات الأخيرة عاشت مع واحدة عجوزة بعيدة بزاف. وبعد ما توفت العجوزة هذيك في هذيك المنطقة اللي كانت فيها، ما تعرفش أصلا وين تقول باللي كانوا يدوهم وما يعرفوش وين كانوا. نعاونها في الشغل تاع الدار، وكنت غير أنا وياها برك، ما عندهاش ولاد. كي توفات اضطرت باش نحوس عليهم، وكاين واحد انسان تاع خير هو اللي كان غير واحد انسان تاع خير هو اللي داني على هذاك المنطقة اللي قلت لكم عليها. تفكرتها بصعوبة اللي كانوا يعذبوهم مساكين كي كانوا مع هذوك الجماعة اللي ما تسموش في الجبال. ومن بعد باش يعني يقصوا الحقيقة من الكذب، قال لها وين جاي هذا المكان، قالت لهم ما نعرفش وين. ذكرت لهم واحد مسجد كيحوسوا عليه، لقاو الصح كانت في ولاية واحدة أخرى، وحوسوا على هذاك الإنسان ولقاو واحد مزارع تماك. الناس خير عنده فيرما، هو اللي لقى البنت هذيك وعاونها وبعته. هو خلص لها الطاكسي باش وصلت للمكان اللي كانت فيه، وكانت في حالة يرثى لها. العجوزة اللي كانت ساكنة في العوامل الأخيرة كانت العجوزة فقيرة، يا ربي اللي قدرت تلقى الطعام تاع يومها. وهكذا رجعت الحكاية، وهذه الحكاية حقيقة من ولاية شلف. نتمنى تدوا العبرة وتعسوا ولادكم وتعسوا بناتكم. الوقت ما راش يرحم، وصلوا على النبي أفضل عليه الصلاة والسلام. واستنوني في قصة من قصص العشرية والجمر. تحياتي لكم والسلام عليكم.